كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبدأ مع بعض نعمل نواعم العيد مع بعض. أول حاجة هنعملها هنعمل الكعك. هنعمله إن شاء الله بمقادير سهلة وبسيطة وبطريقة سهلة جدا. لو لسه أول مرة تعمليه هيطلع معاكي ناجح جدا من أول مرة إن شاء الله. لو أول مرة بقى تشوفيني يا ريت تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس علشان كل فيديوهاتي الجديدة توصلك إن شاء الله. نبدأ مع بعض مقاديرنا. بسم الله. اول حاجه عندي دقيق، عندي كيلو من الدقيق جميع الاستخدامات، بجيبه من السوبر ماركت. هنزل عليه ب3 معالق من السمسم، لازم يكون السمسم متحمص، مهم جدا. وعندي كمان معلقه كبيره من ريحه الكعك. ريحه الكعك بجيبها من عند العطار، ويكون عطار موثوق فيه عشان تبقى الحاجه كويسه بتاعته. لو مش متاح عندك او مش موجوده عند العطار ممكن استغنى عن ريحه الكعك دي خالص. وعندي كمان معلقه صغيره من المحلب. المحلب ده عبارة عن بذر الكريز مجفف. انا باخده بحطه عندي، بحمصه الاول على النار وبعد كده بحطه في المطحنة بتاعتي، وباخد معلقتين من الدقيق اللي عندي معاه واطحنه ناعم بالشكل ده. لو حطيته في المطحنة لوحده مش هيطحن حلو. وبعد كده بصفيه بالمصفى بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. اي روايس بقى عندي بتطلع في المصفى بالشكل ده كده. هبدأ انزل بعد كده معلقتين كبار مليانين من السكر المطحون بالشكل ده، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعندي معلقة كبيرة من الخميرة بس مش مليانة قوي، معلقة مش مليانة قوي، خميرة فورية. وطبعا نوع يكون مضمون وكويس، انا بستعمل النوع التركي على طول. عندي هنا بقى هقلب كل المكونات دي كده مع بعض بالشكل ده كده. يعني مفيش اسهل ولا ابسط من كده لغاية دلوقتي. هبدأ بقى اجهز عندي السمن بتاعتي. انا عندي كيلو الدقيق بياخد 500 جرام من السمن او نص كيلو من السمن، يعني كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة. السمنة بتاعتي سمنة فلاحي جميلة، انا مسيحاها في البيت. هاخدها بقى عندي على النار يا دوبك تفك بس معايا، انا مش هقدح خالص اي سمن. انا مش هقدح السمنة يا جماعة، يا دوبك تفك. شايفين انا بحط صباعي فيها دافية مش سخنة، دافية يعني زي دمع العين كده بالظبط. هبدأ اقلبها بالشكل ده كده معايا. هشيل بقى المعلقة خالص وابدأ ابس في الكعك بتاعي. كعك يعني نبس كعك. المهم عندي اهم حاجة في الكعك البساسين. هبسه المه كده بالشكل ده، وهبدأ ابس معاكم بالشكل ده كده. طبعا ببس الكعك عندي من 5 ل10 دقايق مش اكتر من كده بالشكل ده كده. بجيبه من فوق ومن تحت، يعني بغلف السمن بالدقيق حلو قوي، يعني الدقيق اغلفه حلو قوي بالسمن بالشكل ده. والبس عندي بالطريقة دي كده. انا عندي لما حطيت السمن على الدقيق العجينة عندي بقت طرية جدا، يعني بتلزق كمان في الايد. هبس برضو مفيش اي مشكلة خالص. ان شاء الله تعجبكم الطريقة دي، انا بعمله بالطريقة دي على طول وبيطلع نتيجته ممتازة ان شاء الله. يا رب هيعجبكم باذن الله. انا هنا خلصت بقى بساسين. انا هعجن بايه؟ عندي نص كوباية مية، مش اكتر من كده يا جماعة، نص كوباية بس ميه او حليب. حابه ابدل الميه بحليب طبعا متاح جدا التبديل الميه بالحليب. ما بعجنش اول ما بنزل من الميه بالشكل ده، بلم العجينه بصوابع ايديا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، ما بعجنش خالص خالص. طيب في ناس بقى تقول العجينه نشفت معايا. انا حطيت نص كوبايه الميه والعجينه ما لمتش معايا، ناشفه جدا. كل ما تحطي ميه كل ما هتنشف معاكي. علشان توصلي بقى للطراوه بتاعتها تزودي ميه، تزودي ميه، الاخر هتبقى معاكي قرقيش مش كعك. نص كوبايه ميه بس لو انت عايزه كعك دايب ومظبوط معاكي قوي. شايفين العجينه بتاعته بتبقى مفروله زي ما حضراتكم شايفين كده. باخد قطعه من العجين ما بين ايديا وبنعمها بالشكل ده. شايفين مش مشققه ولا اي حاجه، ناعمه وجميله جدا. يعني عندي العجين لو مفرول او يعني العجينه ناشفه معايا مفيش اي مشكله خالص، والله هي كده العجينه مظبوطه جدا معاكي. ما تزوديش عن كده ميه خالص. احنا كل قطعه كعكه هناخدها في ايدينا هننعمها بين ايدينا بين كفوفك كده، بتبدا تطري معاكي وتبقى جميله جدا، وتبقى يعني مفيش احلى من كده. عندي الملبن هنا، انا حطيت عليه معلقه من السمن وعجنته بايدي بالشكل ده كده. وبعد كده بدهن ايدي بالسمن وابدا اكور الكور بتاعتي طبعا حسب الحجم اللي انتي عاوزاه. بالحجم اللي انتي عاوزاه تبداي تكوريه بالشكل ده كده. هبدا بقى اخد قطعه من العجين واكورها ما بين ايديا، بتبقى ناعمه خالص وسهله جدا، وابدا انقشها بالمنقاش بالشكل ده.
انا شخصيا بحب المنقاش جدا، يعني بحب جدا جدا المنقاش، بحب رسمة المنقاش قوي، بترجعنا كده لايام زمان. شايفين باخد قطعة من العجين ما بين ايديا، بنعمها جدا وابدا انقشها بالمنقاش بالشكل ده. طبعا انا عامله كعك صغير قوي، انا بحب المقاس ده قوي في الكعك، الكعكايه على قد البق كده، حاجه محترمه. حابين تكبروا بقى تصغروا زي ما حضراتكم عايزين اعملوا، ابدعوا بقى ودخلوا معاكم الولاد واشتغلوا، وكل سنه وانتم طيبين، ودي احلى حاجه في العيد. شايفين الكعك عملته بالبصامه، عندي العجين مفرول ازاي. ناس كتيرة تقول العجينة باظت مني، العجينة فرولت، لا انا هحط مية تاني، انا هحط لبن تاني، ولا اي حاجة خالص. قطعة العجين ما بين ايديكي بالشكل زي ما انا بعمل كده بتبقى ناعمة جدا جدا. شايفين بالبصامة ولا مشققة ولا فيها اي حاجة خالص. هنا بنتي قالت لا انا لازم اعمل معاكي كعكة يا ماما، ده تعالي اعملي مفيش مشكلة. بالشكل ده كده. هنا بقى هعمله للملبن، ببدأ يعني اعمل فيه تجويف بالشكل ده، واحط فيه الكور اللي انا عاملاها من الملبن، واكورها كده، وهبدأ انقشها معاكم بالمنقاش. انا بحب حجم الكعكة كده، حابين انتوا تكبروا مفيش اي مشكلة خالص، بس الكعك الصغير الصراحة بيبقى شكله تحفة. اتفقنا ان فرولة العجين ما فيهاش اي مشكلة، بالعكس كده العجينة معايا ناجحة وجميلة وزي الفل. ما بين ايديا بس بطريها كده، بنعمها كده، وابدأ احشيها وانقشها زي ما انا عاوزة. مقادير سهلة وبسيطة جدا، هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصف زي ما حضراتكم متعودين. حابين تضاعفوا المقدار هتضاعفي زي ما انت عاوزة، انا عارفة ان في ناس بتعمل كميات، هتبدأي تزودي في المقدار زي ما انت عاوزة. آه انا هسيب لكم مقدار الكيلو في صندوق الوصف. شايفين العجينة، انا حبيت اوريكم بس شكل العجين ده، اخر عجين معايا، حبيت بس اوريكم الشكل، هي مفرولة جدا، فانا باخدها ما بين ايديا خالص بمنتهى السهولة، بقت معايا تحفة. هبدأ اشكلها زي ما انا عاوزة. هنا هحشيها ملبن، بعمل فيها التجويف واحط الملبن عادي مفيش اي مشكلة، وهنقشها. مش طالعه معايا مشققه ولا طالعه معايا اي حاجه خالص، والحجم شايفين حجم الكعك دلوقتي هو بعد ما هيستوي نفس الحجم واحد، لان انا ماشيه مقادير مظبوطه، مفيش حاجه هتفرش معايا، مفيش حاجه هتزيد معايا، مفيش حاجه هتلزق معايا، مقادير مظبوطه جدا. الصواني مش مدهونه اي ماده دهنيه، لان الكعك كله سمنه اصلا. بسوي على طول، ما بركنش يعني، ما بسيبش الحاجه تخمر، لا انا خلصت تقطيع باول صينيه قطعتها، بكون مجهزه الفرن عندي على درجه حراره 180 للكعك الساده، على درجه حراره 200 للكعك اللي محشي عجوه او عجميه او ملبن. بيقعد اللي محشي بيقعد في الفرن ربع ساعه لتلت ساعه بالكتير. اللي هو الساده بقى، الكعك الساده بيقعد في الفرن نص ساعه، علشان ياخد معايا اللون الحلو ده، ويبقى لونه من بره زي لونه من جوه بالظبط. شايفين من فوق زي من تحت. لما بيبدأ ياخد معايا لون من تحت كده سنة، بفتح عليه الشواية من فوق شوية وبيبقى معايا تحفة. انا هنا هرش عليه كده سكر بالشكل ده، تقدري ترشي على انا بحب ارش السكر على اللي انت هتقدميه. هتعنيه مرشوش عليه سكر، لا ما بحبش كده، السمن بيشرب السكر اللي فيه وبقى شكله مش حلو. شايفين الكعكة ناعمة ودايبة ازاي، ولونها من بره زي لونها من جوه تحفة. مقولكوش بقى على طعمها حكاية، طعمها تحفة. ده الكعك الناعم الدايب. شايفين النقشة ثابتة زي ما هي، ونقشة البصامة برضو ثابتة زي ما هي، مفيش عندي النقشة دابت ولا راحت ولا انتفخ زيادة عن اللزوم، ولا فرش معايا ولا اي حاجة. ماشية بمقادير صح ومظبوطة، هتاخدي كعكة معاكي ممتازة. مفيش احلى ولا اسهل من كده، مقادير سهلة وطريقة سهلة وعجن سهل جدا. امشي على نفس المقادير بالظبط، هتستفادي جدا جدا، هيطلع معاكي كعك ممتاز. بنحفظه ازاي؟ انا بحب العلب الصفيح عندي على طول للكعك والبسكوت والبوتيفور والغريبه والحاجات دي كلها. اول حاجه بفرش فيها بلاستيك، كيس تلاجة بفتحه وافرشه فيها، واحط اول طبقه. بترصي بقى اللي ملبن لوحده، مثلا معمول من قش لوحده، اللي معمول بصمه لوحده، وبين كل طبقه والتانية في كيس تلاجة بفتحه واحطه في النص كده، والاخر خالص بحط كيس تلاجة من فوق، كيس مفتوح عليها من فوق، واغطي بالغطا. بتفضل معايا فتره حلوه قوي، مش عايزه اقول لك ممكن تقعد معايا بالشهرين وبالتلاته. السكر بيبقى مطحون بره، ماليش علاقه خالص، ما برشش يعني، مش بحط عليه السكر وهو لسه كده. السكر على الحاجه اللي هتتقدم بس، الكعك اللي هيتاكل او اللي هيتقدم هو ده بس اللي بحط عليه السكر. عندي الكعك بالشكل الحلو ده، النقشه بتاعته ثابته،
وشكله مظبوط جدا معايا وطالع معايا الحمد لله نتيجته ممتازة. لو لسه اول مرة بقى تشوفيني يا ريت تعملي لايك واشتراك للقناة وتفعلي الجرس. ولو لسه اول مرة تشوفيني على الفيسبوك يا ريت بقى تعملي لايك وتعملي شير كتير عشان الكل يستفاد من الفيديو. ويا ريت تسمعوا الفيديو للاخر عشان تستفادوا فيه بكل معلومة. الفيديو مفيد جدا. لو لسه انتي اول مرة حابة تعملي الكعكة انتي في البيت بجد احلى من اشهر المحلات. احنا جربنا كل حاجة. الطريقة دي بجد احلى من اشهر المحلات. هتاخدي كعك محترم يعني. بجد هيعجبكم قوي المقدار ده. يا ريت تجربوه وتقولوا له رأيكم في الكومنتات. لو عايزين اي حاجة قولوا في الكومنتات وانا برضه على الكومنتات بنفسي. والسلام عليكم.